السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي النصر السعودي وفيديو جديد. انتهت قبل قليل مباراة نادي النصر مع نادي الشباب، وبكل أسف المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. سجل لنادي النصر أيمن يحيى في الدقيقة 47، وسجل لنادي النصر أيضا كريستيانو رونالدو في الدقيقة 52 من الشوط الأول. وطبعا محمد الفتيل بكل أسف تعرض لحالة من الطرد. وعلى الناحية الأخرى نادي الشباب سجل لي عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء، ومحمد الشويرخ في الدقيقة 67. إجماليا المباراة مهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نادي النصر النهاردة كان باهتا، بعيدا عن الهدفين، بعيدا عن الأهداف كده في النهاية أهداف. سجلت أهداف حلوة، أهداف عالمية من ركلة جزاء، في النهاية هي بتتحسب أهداف، ولكن إحصائيات المباراة كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبالتالي نادي النصر أصبح للأسف في المركز الرابع زي ما هو برصيد 48 نقطة، ونادي القادسية دلوقتي بقي في الثالث برصيد 51 نقطة، وطبعا في المركز الأول الاتحاد 58 نقطة، ثم نادي الهلال برصيد 54 نقطة. بالمناسبة الأهلي أيضا مر بأزمة قبل قليل وتعادل أيضا مع أحد الأندية وهو نادي الخليج، وانتهت المباراة بالتعادل، وأيضا أصبح الأهلي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة. من حيث إحصائيات المباراة تشير إلى أن نادي النصر النهاردة ما كانش موجود. نادي الشباب كان متفوق تقريبا في كل شيء، يعني من حيث التسديدات 19 تسديدة للشباب مقابل 15 للنصر. تسديدات على المرمى 7 هنا و7 هنا. الاستحواذ كان 58% للشباب مقابل 42% للنصر. أما التمريرات كانوا 495% للشباب مقابل 365 للنصر. أما دقة التمرير 87% مقابل 80% للنصر. الأخطاء 11 للشباب مقابل 15 للنصر. البطاقات الحمراء 2 للنصر مقابل 3 للشباب، تميز في حاجة. البطاقات الحمراء بطاقة وحيدة على نادي النصر محمد الفتيل، وحالات التسلل 4 على النصر مقابل 0 على الشباب، والركلات الركنية 2 للنصر مقابل 4 للشباب. ويبدو أن نادي النصر النهاردة كان غائبا، مش مركز، مش موجود. مدرب نادي النصر بيولي ستيفانو بيولي لعب النهاردة بتشكيلة 4-2-3-1، تشكيلة مكررة وأصبحت محفوظة للأندية. في حراسة المرمى بنتو، أمامه كل من ماجد جشيش ومحمد الفتيل ومحمد السميكان ونواف بوشال، أمامهم علي الحسن وبروزوفيتش، وأمامهم على ناحية اليمين ساديو ماني، ناحية الشمال أنجيلو جابرييل، وفي النص أيمن يحيى، وفي الهجوم طبعا رقم 7 كريستيانو رونالدو. إجمالا المباراة مهزلة، ويبدو أن نادي النصر مش مركز مع الدوري السعودي خلاص. يعني احنا مركزين دلوقتي مع دوري أبطال آسيا، وطبعا المباراة المقبلة إن شاء الله يوم الاثنين 10/3 الساعة 8 مساء مع نادي استقلال طهران الإيراني، والمباراة على أرض المملكة العربية السعودية على أرض نادي النصر. نتمنى إن احنا نفوز بقى، لأن التعادل اللي فات ده بصراحة قاتل، والتعادل بتاع دلوقتي يعني خير إن شاء الله بإذن الله. إلى هنا انتهت حلقة اليوم، أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.